ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لا، اول مره تنوريني يا ست الكل، ما تنسيش تعملي لي بقى لايك كده قمر زيك، وتشتركي في القناه وفعلي الكل عشان يوصلك كل جديد. النهارده بقى روتين مختلف، روتين مسائي كده. طبعا بقى الجو حر، والجو حر دي حاجه قليله طبعا. ده يعني قبل ما اكمل لكم الكلام، ده كان الفطار فاخدت جزء كده ووريتكم. ده كان بتاع الفطار بتاعنا. لكن الروتين المسائي دوت كان امبارح بالليل. كنت عندي لحمه مفرومه، مش لحمه مفرومه، كفته جايباها كده. اللي هي بتاعت الكفته، اللي هي بتاعت تحط على السمين. تتعمل حواوشي، تتعمل كفته مشويه، او فيها توابلها وفيها كل حاجه. فحمرتها تغيير كده، نوع من الفطار بس عشان الولاد ما يتضايقوش. حمرتها كده شويه، وبعد ما حمرتها لقيتها منزله زي آم، سمنه كتير او دهون كتير. رحت مطلعاها في طبق تاني. بس فجيت بقى رحت عاملاها ونزلت عليها بالبيض، وحطيت لها شويه فلفل اسود صغيرين، بس ان هي فيها التوابل زي ما قلت لكم. بس هنا المواعين بتيجي وتختفي بسرعه، يعني شفتوا في اسرع من كده. مواعين بتخلص بسرعه هي في الحر بالذات. طبعا طول ما ايدك في حاجتك مش هتحسي بحاجه، والدنيا تبقى نضيفه دايما دايما. المهم دوت قلت الم الغسيل كده على اخر النهار، عشان الجو كان بجد فوق 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 الفظيع بجد. حر لا يحتمل بأمانة. ربنا يهونها علينا الحر دوت، وعلينا وعلى الغلابة يا رب. بجد الجو، لا بجد لا، يعني انا خايفة بجد اعلق محاليل، ربنا مرضاش يا رب. ان طول الصيف ربنا مرضاش بعلق محاليل. فانا خايفة بجد كمان الصيف المرة دي برضو يحصل كده، وخايفة. ادعولي كتير وصلولي كتير. المهم فانا قلت خليني كده على اخر النهار الشمس ما تخلص وتروح كده شويه زي ما انتوا شايفين. قلت الم الغسيل. طبعا مين عمال ايه يجيب الكاميرا، بصوا شويه في ايه في شعري، وعمال ابص له اقول له اسكت يا مينا. مريم بحب تصويرها، مينا بيحب يهزر في التصوير، ومره يجيبها في قفايا. يقول لي عادي عادي عشان الناس تضحك عليكي. يا ابني انت اللي بتعمل ده. وما عرفتش اقطعها عشان اوري له انا فعلا انا بنزل الحاجات دي، مش بيحسبني همسحها، فاهمين؟ بص عماله اقول له يا ابني انت هتوري قفالي الناس. يقول لي الناس تضحك. طبعا لو كنت سبت لكم الصوت، على فكره انتوا كنتوا هتفطسوا على الضحك من على يعني على مين اللي بيقولوا، وانا متنرفزه. فيا مين اسكت، يا مين اهدى، مفيش. فانا قلت له خلاص انا مش هكمل بقيه التصوير معاك انت. المهم بقى فالدنيا ليلت كده، كانت على الساعه 8 كده او 9. ناس من كتر الحر بص طالعين يعملوا عيد ميلاد فوق في السطح. ده عيد ميلاد، ده انا حتى قربتها لكم قوي قوي كده. زغاريد بقى وهابي بيرثداي داي، واغاني بقى شغاله على العالي. ربنا يفرح الناس كلها دايما يا رب. وهو بصوا عشان الجو حر، فقالوا بقى شقه بقى، حتى لو شقه واسعه، شقه بتبقى كاتمه مع الناس كده، الجو بيبقى كاتم جدا. فتخيلوا بقى كميه الناس دي اللي انتوا شفتوها ديت، تبقوا مثلا في شقه ولا حاجه. لا، صعبه بجد في الحر ده. عارفين لو شتاء تمام، لكن في الحر الواحد محتاج شوية هوا. ده انا عايزة اقول لكم النور قطع امبارح، قطع من الساعة 8:30 لحد الساعة 11 كده. تمام. طبعا بقى في الجو الحر ده بقى، والواحد مش طايق نفسه، وتحس ان الحر الواحد مش عارف ياخد نفسه اصلا. نفسه كده تحس ان هو مش عارفين ناخده، ويقطع لنا كمان النور. الحمد لله على كل حاجة. طبعا ايه راح اقطع الفترة دي كلها. قلت بقى كنت عايزة اطبق الغسيل، قلت لا اصبر اما النور يجي واطبقه معاكم. وقلت بقى شوية كده واقوم محمرة شوية فشار للولاد، وقلت اطبق واعمل شوية فشار واعمل شوية المواعين. اني بالنهار بجد مش قادرة اعمل اي حاجة. في كسل رهيب. غير الكسل ظهري وجعني جامد قوي 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 بجد. مش عارفة في ايه. كل ما اعمل حاجة يعني احس ان ظهري زي ما اكون اتشرخ او اتكسر، انا مش عارفة. المهم انا على طول انتوا عارفين ان انا لما باجي اطبق الغسيل بطبقه وانا واقفة. المرة دي انا طبقته وانا قاعدة مش قادرة ابقى امينة.
فقلت بقى ايه، خلينا كده اطبق الغسيل. وكنا بنتفرج على نيلي وشريهان. انا بعشق المسلسل ده قوي 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 قوي. آم، فقعدنا نتفرج عليه. مينا رايح جاي عماله اقول له اهدى، انا ما خدتش بالي ان هو راح جاي عشان يعمل لكم لايك. بامانه علم ربنا انا ما يعني مش واخده بالي هو بيعمل لكم لايك. يعني بصوا خدوا بالكم كده، ما كان رايح والجاي. بصي بيعمل ايه. هتقولوا لي فين مريم؟ مريم قاعده ناحيه الاوضه بتاعه الاطفال كده بس في الارض، عشان قالت لي لا مش عايزه اطلع، مش عايزه اطلع في الفيديو وكده. او سبتها على راحتها. المهم قلت طب بصي مين عمال يبص لكم. بجد مين روشني، وحياة ربنا روشني. اهو بصوا كل شويه اعمل لكم ايه لايك، وانا ما قلتلوش على حاجه زي كده. يعني انت المفروض خلاص يمين لايك مره واحده تمام، بس مش كل شويه لايك. مش عارفه، بحس ان مينا يعني مثلا اللايك ده الناس كلها هتعمل لايك. طب هتسمعوا كلام مينا وهتعملوا فعلا لايك كل شويه زي مينا ما بيقولوا كده؟ مش عارفه. هنا كان عمال يقول حاجه، عمال يضحكنا. المهم فكنا عمالين نتفرج، فجه اعلان. فمريم ساعتها اتضايقت، عمال يقلب. وعمال اقول له بس يا مينا سيب حاجه نتفرج عليها، ما تقعدش تقلب. انا بحب ان نبقى قاعدين كده ونتفرج على التلفزيون ويبقى في هدوء. ما بحبش ايه يقعد يتشكل هو ومريم. بصوا رايح جاي، رايح اهو. والله العظيم عارفه انا بمنتج الفيديو وحياة ربنا اول مره اخد بالي منها ان انا بص بطبق مش واخده بالي. او رايح جاي كده مروش، روشني كمان معي. قعدت اضحك لما بمنتج الفيديو كده وشفتها. فعمال اقول له يا مينا اهدى وما تقعدش تقلب. وماسك الريموت. اللي بيجنني بقى فيهم يمسكوا الريموت. مثلا ايه، رايح المطبخ يقوم واخد معاه ريموت. طب الريموت ده هيسلك مثلا. يدخل الحمام الاقيه محطوط في الحوض. طب يا جماعه هو في ايه. شويه والاقيه مثلا على الجزامه. انا من النوع بقى ما بحبش كده، قلب واسيبه على الركنه من فوق كده. انا بعمل كده، يا مينا بعمل كده، يا مريم بعمل كده. وسيبوا الريموت موجود مكانه وما نقعدش ندور عليه. انا بحب النظام قوي 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 قوي. يعني حتى هدومي بحب اطبقها واسيبها في مكانها عشان ارجع الاقيها زي ما هي. عارف حتى لو مثلا البلوزه بتاعتي مثلا جيت ما طبقتهاش وسندها كده فوق الشماعه وكده، وما حطيتهاش يعني في وسط الهدوم وطبقتها، مش مشكله. بس هطبقها وعارفه هي مكانها فين، فاهمين. بس مش بحب انا كركبه وكل حاجه فوق بعضيها ودي مكانها ما اعرفش فين ودي اروح ادور عليها. انا ما بحبش كده. بحب النظام قوي. احب ادور على حاجتي الاقيها في مكانها. احب اسيب حاجتي الاقيها موجوده، ما اقعدش ادور شمال واليمين وما اعرفش حاجتي فين. انا ما بحبش كده. بحب النظام جدا. مين زي بيحب النظام؟ اللي بيحب النظام يكتب لي بقى في كومنت. في طبعا ناس جديده جت عندي بشكركم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم، ويا رب الفيديوهات تكون بتعجبكم. ولو عايزيني اكمل في الفيديوهات يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات وتشجعوني، ان انا بجد كومنتاتكم هي اللي بتشجعني. هنا بقى طبعا خلصت وشلت الهدوم في مكانها وخليت مريم ومريم، مينا ومريم ساعدوني. بقول لكم مريم ومريم، مينا ومريم ساعدوني. بصوا بقى الفشار اما بتيجي تعملوا فشار بتلاقوه بقى زاد حبه كده محمصين من تحت، وفي ناس بتاكلها وفي لا. فانا عرفت الطريقه ديت. اما تيجي تحطي فشار اقعدي قلبي فيه في الزيت كل شويه لحد ما تلاقيه كده بدأ يبني الفشار شويه. تقوم مغطيه وتسيب النار عليه شويه، وتقوم اول ما الفشار هيبتدي اهو بصوا. هستنى واحده تانية وأقوم حاطه ايه الفشار اللي غطى على الفشار. ليه بقى؟ ان خلاص كده كله هيتحمر تحمير مع بعضي. عايزه اقول لكم بصوا مفيش ولا واحده اللي هي بتبقى فشارية محمصة كده من تحت. مفيش، كله فشار. انتوا مش عارفة فاهمين قصدي ولا لأ. بس وحطيت لهم عارفين السبع، مش سبع بهارات، يعني هي البهارات بتاعت البطاطس. عملتها معاكم ولا لأ قبل كده؟ عملتها. بحطها على البطاطس كده حطيتها عليها. ويمينة ومريم ما عجبهمش، راح قاموا جابوا التوابل بتاعت اللي هي بتاع الجبنة اللي هي بتاعت الفشار والشيبسي والبطاطس والحاجات دي. بس انا كنت حاطه التوابل دي بقى كذا توابل كتر قوي. بودرة توم وبصل، بصل وتوم باودر وكل حاجة. هبقى اوريلكم فيديو تاني. يا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. متنسوش اللايك.